إذا كنت من الناس اللي دايما بتسأل هو إيه اللي ممكن ينهي البشرية بسرعة، هل هو الحرب النووية ولا الكوارث الطبيعية ولا مرض غامض يخلص علينا في أيام؟ طب اسمع القصة دي لأنها مش زي أي قصة. القصة عن اختراع بدأ بفكرة بسيطة وانتهى بكارثة قريبة جدا مننا، ولا واحد فينا هيقدر يوقفها. كان في عالم عبقري اسمه آدم نوفيك، عايش منعزل عن البشر، مش بيحب الاختلاط، بيحب بس المعامل والتجارب. وكان بيقول دايما إن البشرية بقت مريضة بالطمع، بالكره، بالشر، بالحروب والدمار. وقال لازم ألاقي حل يحكم البشر، حل يمحي الشر من دماغهم للأبد. ومن هنا بدأت فكرة الاختراع المرعب. اخترع خوذة أشبه بتاج من المعدن، متوصلة بأسلاك وأجهزة ودوائر كهربائية، سماها الماستر مايند. واللي يلبسها يفقد إرادته تماما، ويبقى مجرد دمية بتتحرك بالأوامر. مفيش عنده لا رفض ولا قبول، انت تأمر وهو ينفذ، حتى لو هيموت نفسه. وفعلا آدم جرب الجهاز على قرد ونجح، وبعدها على مجرم كان محكوم عليه بالإعدام. وفي لحظة المجرم بقى زيه زي طفل صغير، بيسمع الكلام من غير نقاش. بس كان في مشكلة خطيرة جدا، الجهاز مفيش ليه زرار فصل، يعني اللي يلبسه خلاص عقله بيروح وما بيرجعش. آدم خاف وقال لازم أدمر الجهاز ده قبل ما يقع في الإيد الغلط. لكن هنا ظهر المساعد بتاعه فيكتور، واحد طماع وعينه دايما بتلمع شر. سرق أول نسخة من الجهاز وهرب، وبدأ يصنع منه نسخ كتير ووزعها على ناس في السر. وبدأ فيكتور ينفذ خطته، خطة السيطرة على العالم. فيكتور عاوز يحكم الأرض كلها، البشر يبقوا عبيد تحت رجليه، مش بيحسوا، مش بيفكروا، مش بيقولوا لأ. آدم حاول يوقفه لكنه لقى نفسه محاصر، وفيكتور قتله قبل ما يعرف يدمر الجهاز. وقبل ما يموت آدم كتب جملة واحدة بس كانت آخر كلماته: لو وقع في الإيد الغلط النهاية أسرع مما تتخيل. ومن ساعتها العالم كل يوم بيقرب من نهايته، مش بالحروب ولا بالكوارث، لأ، ده بالعقول اللي بقت مسروقة، بالناس اللي ماشية حوالينا وهي مش حاسة. يمكن انت كمان تكون لابس واحد من الأجهزة وانت مش واخد بالك. السؤال اللي لازم تسأله لنفسك دلوقتي: لو كان معاك الجهاز ده هتستخدمه عشان تصلح العالم ولا عشان تسيطر عليه، ولا هتدمره قبل ما يدمرنا كلنا؟ لأن في النهاية اللي بيسيطر على العقول ممكن يسيطر على العالم، لكن اللي يسيطر على قلبه هو اللي يقدر ينقذ البشرية.